البروبايوتيك وفوائدها الكتيرة في الطب، ازاي ناخدها بصورة طبيعية. احبابنا الكرام اهلا بكم. البروبايوتيك وفوائدها الكتيرة في الطب، اما ناخدها بصورة طبيعية من حاجات في بيتنا، واما ناخدها في صورة مكملات غذائية، كبسولات واقراص وفوار. البروبايوتيك موجودة في صورة طبيعية في منتجات الألبان، اللبن، الزبادي، الرايب، موجودة في المخللات وبالذات مخلل الكرنب، القرنبيط والخيار والجزر، موجودة في النابت، الفول النابت والحلبة النابت، الزبادي، بس يكون زبادي طبيعي، زبادي بيتي، مش الزبادي المصنع، لأن مر بمرحلة البسترة والتعقيم الحراري. لكن في بعض الأنواع من الزبادي بيبقى مكتوب عليها إن هي موجود فيها بكتيريا نافعة، ولو هناكل زبادي مصنع لازم نتأكد من المعلومة دي، مكتوب عليه إن موجود فيه بكتيريا نافعة وأنواعها وكمياتها. البكتيريا النافعة بتساعد في الهضم، ودي أهم حاجة، بتساعد في هضم الألياف، وبالتالي بتقلل الانتفاخ اللي بيحصل بعد أكل الألياف، بتساعد في امتصاص الأملاح والمعادن والفيتامينات. البكتيريا النافعة بتصنع أنواع معينة من الفيتامينات، أهمهم فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه، وفيتامين كي وخاصة كي 2. البكتيريا النافعة بتعزز مناعة الجهاز الهضمي ومناعتنا عموما. وأبحاثنا الجديدة عن علاقة البكتيريا النافعة بمقاومة الأنسولين، أيوة مقاومة الأنسولين والمشاكل الكتيرة المبنية عليها، السمنة، السكر، ارتفاع الضغط، ارتفاع حمض البولي، المزاج الوحش، صحتك عموما وعلاقتها بمقاومة الأنسولين. البكتيريا النافعة بتحسن هذه المقاومة، ودي أبحاث عظيمة في الطب. البكتيريا النافعة إما هناخدها في صورة طبيعية من البيت، ودي هنقولها كمان شوية، أو ناخدها في صورة كبسولات من شركات دوائية، ولازم نختار الشركة كويس، ولازم نختار نوع كويس في بكتيريا نافعة بعدد كويس بفصائل كويسة بتركيز كويس. مش المطلوب بس إن ناخد كبسولة فيها مليارات كتيرة من البكتيريا، لكن لا، أنا بدور على نوع البكتيريا، نوع الفصائل، عدد الفصائل الموجودة في المنتج ده وتركيزها وصلاحيتها. يلا بينا نعمل طبق بروبايوتيك في البيت. بكل بساطة طبق سلطة، طماطم، خيار، فلفل، جزر، بقدونس، عود جرجير، عود كرفس أو عود بقدونس، عصرة ليمون، معلقة زيت زيتون بفوائده، قطعة من البصل، 2 فص ثوم مجروش، مصدر بريبايوتيك وبروبايوتيك، مع معلقة خل تفاح صغيرة. خل تفاح عضوي هو مفيد جدا للبكتيريا النافعة، بيقلل امتصاص السكر، بيساعدك تقلل وزنك، بيحسن مقاومة الأنسولين. معلقة خل تفاح صغيرة علشان نتفادى مشاكله الكتيرة، لأنه بيزود الحموضة لو زاد عن حده. هنضيف لطبق السلطة قطعة من المخلل، مخلل الكرنب، مخلل القرنبيط، مخلل الخيار، كمصدر للبروبايوتيك للبكتيريا النافعة. أو ممكن نضيف زبادي على السلطة. لو مش بتحب كده يبقى كل الزبادي لوحده والرايب لوحده والجبنة لوحدها كمصدر للبكتيريا النافعة. واللي مش بيحب طبق السلطة ممكن يستبدله بطبق سلطة الفاكهة كمصدر للألياف الطبيعية للبريبايوتيك، وياكل الزبادي والجبنة لوحدهم كمصدر للبكتيريا النافعة. واللي مش بيحب السلطة الكتير والفاكهة الكتير يبقى هنديله بروبايوتيك وبريبايوتيك في صورة مكملات غذائية، ودي ليها حلقة مخصوصة. أتمنى نكون استفدنا من حلقة البروبايوتيك النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل شير، ما تنساش تسيب أي استفسار في الكومنتس وإن شاء الله نجاوب عليه. دكتور إسماعيل قاسم، استشاري أمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، معهد الكبد القومي.